ساعتها ليا انا مش هذكر اسماء طبعا لان انت هتعرف السبب يعني، لكن منهم اسم توفي الله يرحمه اللي هو الاستاذ صادق رجب، اللي هو كان رئيس شركه شرقيه للدخان الناجحه، رغم ان انا مش مدخن يعني. فوجئوا كده يعني بالظبط الواقع عشان تعرف كيف تدار يعني. بالليل كده الساعه 2 بالليل احد وكلائهم في دول العربيه، مش هقول انهي دوله برضه، وكيل الشركه وكيل الشركه بتصدر بره طبعا وفي الدول العربيه بالذات يعني وكده. فبيتصل باحد اعضاء مجلس الاداره الساعه 2 بالليل بيقول له ايه ده؟ انتوا ايه حكايه ان انتوا هتتباعوا؟ قال له تتباع ازاي؟ قال له ده احنا دلوقتي الخبر منتشر في العالم كله وعلى النت انه وزير الاستثمار اعلن من لندن تقريبا انه الشركه الشرقيه للدخان سيطرح حصه منها كذا. هو طبعا الراجل ما يعرفش، رئيس الشركه نفسه ما يعرفش انه بس ده ما تمش. ما هو تمش ليه بقى؟ حضرتك لان هم قاوموا الى حد ما. ولا حصل التقييم اللي اعلن، وهي المشكله ان يعلن هذا الكلام انها هتتباع وفي حدود ممكن تجيب في حدود 3 مليار ونص. فلما رجع قال لك ده احنا الحسبه كده السهم النهارده كذا. طبعا السهم النهارده دي ممكن يعني ينزل ويطلع. طب احسبها انت دلوقتي بس دي شركه رابحه وهائله الربح ساعتها الاستاذ يوسف، وشركه ريحتها حلوه قوي يعني. الواحد بتصبر عليه زحمه ميدان الجيزه يعني الريحه اللي طالعه من الشركه الشرقيه للدخان. الدكتور يوسف بطرس غالي ساعتها لما بعض الناس يعني قالوا له كده في المجلس يعني يا دكتور يوسف ازاي يعني تتباع شركه بتجيب للدوله يعني 4 مليار بتسدد لها ضرايب وحاجات كده. 4 مليار ساعتها، دلوقتي السنه دي 7.6 دفع 7.6 مليار ضرايب للدوله، ضرايب وجمارك وكده. فهو رد ساعتها قال لا، ما هي لما هتتخصخص الاجانب اللي هيجوا يشتروها لازم يكونوا اجانب طبعا يعني. الاجانب اللي هيجوا يشتروها هيغرقوا السوق اعلانات عشان يعني فهيبقى البلد هتدخلها فلوس كتير. طبعا المفروض الاعلانات احنا ورانا اعلانات بعد دقيقه من الحوار ده، فعشان كده عايز اسال حضرتك تقييمك النهائي. هل تبقى لمصر قطاع عام كي يعني يطمئن قلبنا، ولا نركز في الرجع قطاع عام اللي اتباع؟ اولا في بعض الشركات العملاقه التي نجت يعني بفعل طبعا يعني بعض فعل الطبيعه فعل الطبيعه وفعل بعض الناس بلغوا الامن القومي مثلا، حاجات زي شركه السكر، حاجات زي كده. فربنا حافظ هذه الشركات كانت على وشك ان تباع. الالومنيوم يعني الالومنيوم كان اعلن ان ستطرح 20%، والاستاذ هيكل ساعتها استغرب، فيعني الموضوع توقف. لكن ما بقي جرد من اغلب مصادر قوته. الحاجه اللي انا كنت لسه كاتب فيها الاسبوع اللي فات اللي هي ايه بقى؟ يجي شركه عندها اراضي، حته ارض كويسه بالشيء الفلاني ومديونه، تمت حاجه اسمها التسويه التاريخيه للديون التاريخيه لقطاع الاعمال. التسويه دي ازاي بقى؟ شركه مثلا عندها حته ارض تساوي مثلا مليار، انتزعت هذه القطع الاراضي وتم تقييمها، مش بيع مش مزاد، تم تقييمها بلجنه حكوميه كده قطعيا، وتم تسليمها باسعار. ادي لك مثل يعني للبنك الدائم اسرع ما يمكن اسرع ما يمكن مثلا في حاجه اسمه متر الارض في المنتزه. في متر الارض في مصر كلها مش المنتزه ب 115 جنيه. ده انت يا استاذ ابراهيم لو هتجيب بدله تفصيل، لا انا اشتري لا بدله تفصيل متر القماش باكتر من 115 جنيه. هو متر مصر بكام دلوقتي يا استاذ يحيى؟ لا يقدر طبقا اللي ما رضيش بيه اسمه هاني رمزي وصل ل1.5 مليون دولار، ومع هذا ما رضيش يعني.